السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا مش صوت اخواننا في اندونيسيا، بدنا الصوت يكون صوت رجال. Ini adalah suara pemuda Indonesia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Antun. Kata beliau mantap betul. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمدا بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة المباركون، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك بأهله ومع هذه الوجوه النيرة أن يجمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى في ساحات المسجد الأقصى عما قريب، وفي الآخرة في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat Isya, tarawih serta witir rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga di malam ini kita masih bisa menunaikan salat Isya, salat tarawih dan salat witir berjamaah di Masjid Agung Sultan Jumpa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala Yaumul Mahsyar mengumpulkan kita semua sebagaimana Allah mengumpulkan kita hari ini di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya, para syuhada, para sholihin fi jannatin na'im. Allahumma amin. الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في معجزة خالدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وجاءت هذه المعجزة تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في عام مر بالنبي صلى الله عليه وسلم هو عام الحزن، حيث ماتت زوجه خديجة ومات عمه أبو طالب، وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو حزين وينزف دما. لذلك وتسلية لقلبه جعل الله سبحانه وتعالى معجزة الإسراء والمعراج بعد عام الحزن. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW merupakan sebuah berita yang besar, peristiwa yang agung. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Palestina. Yang mana peristiwa ini merupakan sebuah hiburan pada hati Nabi Muhammad SAW. Hal ini terjadi ketika Nabi kita Muhammad SAW kehilangan istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. والله سبحانه وتعالى جعل للمسجد الأقصى فضائل، ومن أهمها أن الله سبحانه وتعالى باركه بعد رحلة الإسراء والمعراج، حيث قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بعد هذه الحادثة بارك الله سبحانه وتعالى في الأقصى وما حوله من البلاد وخاصة فلسطين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam, yang mana telah kami mendekati di sekelilingnya agar kami memperlihatkan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala memintai dari Palestina, khususnya Masjid Al-Aqsa. نعم، وهو ثاني مسجد بني في الأرض. وكما تعلمون أن المسجد الحرام الذي بناه الملائكة والذي بنى المسجد الأقصى أيضا الملائكة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما 40 عاما. Saudaraku seiman sekalian rahimahumullah, Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun oleh para malaikat. Begitu juga dengan Masjidil Haram, merupakan masjid pertama di bumi ini yang juga dibangun oleh para malaikat. Dan jarak antara Masjid Al-Aqsa dan Masjidil Haram adalah 40 tahun. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعله قبلة المسلمين الأولى، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها 16 شهرا قبل أن تتحول القبلة إلى بيت الله الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى المسجد الأقصى وعيناه إلى السماء، وكأنه يناجي ربه: أي يا رب، إني أحب مكة وأحب الكعبة وأطمع أن تكون القبلة إليها. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لنداء ونظر نبيه إلى السماء، فأنزل آيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. بعدها أزاح النبي صلى الله عليه وسلم قبلته من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. Saudaraku seiman sekalian rahimahumullah, di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Masjid Al-Aqsa adalah Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat muslim, yang mana Nabi kita Muhammad SAW ketika awal membawa ajaran agama Islam, beliau solat menghadap pada Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah melihat, wahai Muhammad, engkau memalingkan wajahmu ke langit, dan kami akan menyertai kiblat yang kau ridai. Ketika Nabi Muhammad SAW solat bersama para sahabat, beliau mengangkat kepala beliau ke langit, seakan-akan beliau berkata, Ya Allah, aku mencintai Mekah, aku mencintai Ka'bah, maka palingkanlah kiblat umat Islam kepada Ka'bah. Maka turunlah ayat tadi, dan sejak ayat itu diturunkan, kiblat umat muslim kembali ke Ka'bah. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة في المسجد الأقصى مضاعفة عما سواه من مساجد الأرض، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan bergandakan pahalanya 100 kali lipat. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, Allah Subhanahu wa taala akan bergandakan pahalanya 100 kali lipat. Namun kata Nabi, barang siapa yang sholat di Masjid Al-Aqsa, maka Allah Subhanahu wa taala akan bergandakan pahalanya 500 kali lipat. Masya Allah. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. Kemudian di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Masjid Al-Aqsa adalah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah engkau sekali melakukan perjalanan yang jauh kecuali hanya untuk mengunjungi ke masjid ini. Yang pertama kata Nabi, Masjid Haram di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua masjidku kata Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga kata Nabi, Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين
بقاع الأرض أن يصلوا فيه ويؤتوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوه. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ائتوه فصلوا فيه، فإن لم تستطيعوا أن تؤتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، فإن لم تستطيعوا أن تذهبوا إلى المسجد الأقصى فأعينوا إخوانكم على الصلاة في المسجد الأقصى. Saudara muslimin sekalian, rahimakumullah. Rasulullah SAW menganjurkan kita umat menganjurkan kita umat muslim untuk mendatangi, mengunjungi Masjid Aqsa dan menganjurkan kita untuk salat di Masjid Aqsa. Rasulullah SAW bersabda, datangilah Masjid Aqsa dan salatlah di dalamnya. Jika engkau belum mampu untuk datang di Masjid Aqsa dan tidak mampu untuk salat di Masjid Aqsa, maka bantulah saudaramu yang ingin salat di Masjid Aqsa. Ini mungkin merupakan sebuah prediksi dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa suatu saat nanti Masjid Aqsa akan dijajah, akan dikuasai oleh Zionis Yahudi laknatullah. لذلك فإن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين، لا يكون لغير المسلمين أي شيء أو أي نصيب فيه. لكن الواقع المرير الذي يعيش به الأقصى اليوم أنه ليس للمسلمين أي شيء في الأقصى، فاليهود والاحتلال الصهيوني يتحكمون في الأقصى ويعيثون فيه به فسادا ليلا ونهارا. Saudara muslimin sekalian, rahimakumullah. Namun saudaraku, hari ini Masjid Aqsa dikuasai oleh Zionis Yahudi laknatullah. Hari ini masjid umat muslim, kiblat utama umat muslim dikuasai oleh Zionis Yahudi. Mereka membuat peraturan warga Palestina dilarang untuk mengunjungi Masjid Aqsa, dilarang untuk salat di Masjid Aqsa. Siang dan malam Zionis Yahudi membuat kerusuhan, membuat kerusakan di seputar Masjid Aqsa. لذلك واجب على كل المسلمين في كل بقاع الأرض أن يدافعوا عن مصر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أن يدافعوا عن قبلتهم الأولى، أن يدافعوا عن المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا. هذا ليس واجبا بل فرض عين على كل مسلم ومسلمة وخاصة في البلاد الإسلامية. Ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita umat muslim di seluruh penjuru dunia untuk mempertaruhkan nyawa kita, darah kita, segala apa yang kita miliki untuk memperjuangkan Masjid Aqsa dari tangan Zionis Yahudi laknatullah. وإني أقف أمامكم اليوم لأحمل رسالة شعب إندونيسيا وخاصة أنشيد، لأحمل رسالتكم إلى فلسطين، إلى هناك، إلى المسجد الأقصى، إلى أهلكم وإخوانكم المجاهدون في فلسطين، وأقول لهم أن شعب إندونيسيا وشعب أنشيد مستعد للدفاع بكل ما يملك عن المسجد الأقصى. فهل ستسمعونهم صوتكم؟ أي هل أنتم مستعدون؟ Saudara muslimin sekalian, rahimakumullah. Hari ini di malam yang mulia ini saya ingin menyampaikan pesan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, kepada para mujahidin, kepada masyarakat Palestina, bahwasanya di Indonesia, khususnya di Aceh, masyarakat Aceh siap mendukung, siap mempertaruhkan nyawanya, darahnya, hartanya untuk membantu para mujahidin di Palestina. Apakah saudara siap? هذا الصوت لم يخرج خارج المسجد، يريد صوتا أن يصل إلى فلسطين وإلى المسجد الأقصى. Suara begini belum tentu bisa keluar dari masjid ini. Saya ingin saudaraku
melambangkan suaranya akan sampai kepada Masjid Aqsa. هل أنتم مستعدون؟ Apakah saudara siap? سياب؟ سياب؟ تكبير! Allah Akbar! تكبير! Allah Akbar! تكبير! Allah Akbar! نريد أن نردد شعار الأقصى. هذا الشعار يردده أهل فلسطين تلبية لنداء الأقصى عندما ينادي المسلمين للدفاع عنه. Kita akan menggemakan sebuah suara, yang mana suara ini merupakan suara gema dari warga Palestina khususnya untuk memperjuangkan Masjid Aqsa. كلكم الرجال والنساء نريد أن نرفع السبابة في السماء. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita akan jadi tunjuk kita ke atas langit. ونقول بصوت واحد ونريد أن يصل هذا الصوت إلى الأقصى لنقول له أننا سندافع عنك. Hal ini merupakan sebuah simbol dukungan kita kepada Masjid Aqsa. نقول لبيك يا أقصى. Mari sama-sama serentak kita mengatakan labbaik ya Aqsa. Labbaik ya Aqsa. Labbaik ya Aqsa. لبيك يا أقصى. Labbaik ya Aqsa. لبيك يا أقصى. Labbaik ya Aqsa. لبيك يا أقصى. Labbaik ya Aqsa. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. أبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم وأنتم بإذن الله من أهل هذه الطائفة المنصورة المذكورة في هذا الحديث. Rasulullah SAW bersabda, akan selalu ada sebuah kelompok dari umatku yang selalu berada di jalan kebenaran dan menolak semua kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua tentara-tentara Allah yang siap memperjuangkan Palestina dan siap memperjuangkan Masjid Aqsa. وأبشركم يا أحباب بأن المسجد الأقصى بإذن الله، بأن تحرير المسجد الأقصى بإذن الله بات قريبا جدا جدا. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. Dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita doakan semoga kemerdekaan Masjid Aqsa dan tangan musuh Allah Zionis dan bina'atillah segera datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita demi kemerdekaan Masjid Aqsa. Amin. لأن الله سبحانه وتعالى بشرنا بالقرآن وقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد أن نري إسرائيل ما كانت تحذر من المسلمين ومن صيحات التكبير للدفاع عن المسجد الأقصى بإذن الله. Saudaraku seiman sahabat rahimakumullah, hari ini kita akan menunjukkan kepada Zionis dan bina'atillah bahwa bukan hanya orang Palestina yang siap memperjuangkan Masjid Aqsa dan negara Palestina, namun seluruh umat muslim di dunia siap memperjuangkan nyawanya, darahnya, hartanya demi kemerdekaan Palestina dan Masjid Aqsa. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا من جنود الإسلام
الذين سيحررون الأقصى بإذن الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua tentara Allah yang siap memperjuangkan Masjid Al-Aqsa. ثم إن إخوانكم في قطاع غزة قطعة صغيرة من أرض فلسطين محاصرة من جميع الاتجاهات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. أهله يعيشون تحت خط الفقر، والمرضى يموتون من قلة الدواء، وأحيانا لا يجدون المياه الصالحة للشرب، ولكنهم بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جهود إخوانهم في إندونيسيا يخرجون من بين ركام البيوت ليدافعوا عن فلسطين وعن المسجد الأقصى. Saudara Husaiman Samilah rahimahullah. Bapak-bapak, ibu tahu provinsi Gaza? Tahu? Gaza, tahu? Gaza merupakan sebuah provinsi yang kecil di Palestina. Hari ini masyarakat Gaza dikepung dari daratan maupun lautan. Ekonomi Gaza diblokade. 85% masyarakat Gaza hidup di bawah garis kemiskinan. Sejauh ini melakukan penindasan, kezaliman, kekerasan kepada masyarakat Gaza tanpa terkecuali orang tua, para pemuda, wanita, bahkan anak-anak rela mereka bunuh. Inilah yang setiap kali yang kami rasakan di negeri Gaza, Palestina. Kami kekurangan bahan makanan, kekurangan obat-obatan. Kami juga kekurangan alat medis yang mana mengakibatkan banyak pasien dari kami mengalami kematian akibat kekurangan obat-obatan. فهناك يا كرام في بعض المناطق من قطاع غزة يصل إليها مياه الشرب العذبة النقية، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود إخواننا في أتشير الذين تبرعوا بحفر هذه بئر المياه ليصل مياه الشرب العذب النقي إلى سكان قطاع غزة. فلكم منا كل حب وشكر وتقدير. Saudara Husaiman Samilah rahimahullah. Di sini saya mewakili seluruh masyarakat Palestina, khususnya di Gaza, atas dukungan dan kebaikan dari masyarakat Aceh. Hari ini kami masyarakat Gaza telah menerima 2 sumur bantuan yang kami namakan Sumur Wakaf Ulung Aceh. Hal ini kami nisbahkan karena sumur ini adalah murni wakaf dari masyarakat Aceh. وإني أقف أمامكم اليوم وكأني أقف بيني في بلدي وبين أهلي وإخواني، فأنتم آبائي ونساؤكم وأنتن أمهاتي، فلكم منا كل الشكر والتقدير. Sekali lagi saya berterima kasih kepada masyarakat Aceh. Sekalipun kita tidak seibus bapak dan juga kita satu atap, namun kita memiliki agama yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama, kiblat yang sama, dan kita yang sama. Itulah yang menjadi ikatan batin kita antara masyarakat Aceh dan masyarakat Palestina. Barakallahu lakum fi ardikum wa sya'bikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkahnya di bumi kami Mekah ini. Barakallahu lakum fi rijalikum wa nisaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi para pemuda dan para wanita di Islam Mekah ini. Barakallahu lakum fi auladikum wa banatikum wa ja'alahum min as-salihin wa min hafadhi kitabillahi azza wa jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan hafaz Al-Quran. Barakallahu lakum fi malikum wa zadakum fi rizqikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu 'aam wa antum bi khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.